السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم البنات؟ مرحبا بكم في قناتي وقناتكم دهب فاشيون. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الفستان اللي كيجي دروات بالفتحات في الجوانب وبالاكمام منفوشه. هنا غادي نحتاج فيها الثوب 2 متر ونصف، وبالنسبه للثوب الابيض غادي نحتاجو فيه 50 سنتيم. هنا البنات طويت الثوب على 4 على العرض ديالو، وكنقاد بالنسبه للثوب اللي كتكون فيه الزواقه حاولوا تقادوا الزواقه تجي مقاده. هنا البنات غادي نحط المقاسات، درت 8 سنتيم في الرقبه، والكتفين عندي 19 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 20. غادي نهبط بجوج سنتيم في رقبه الخلف، ومن بعد غادي نهبط ب3 سنتيم باش غادي ننزل الكتاف. من بعد كنصل بخط. وبالنسبه للتركيز عندي فيه 24 سنتيم. طول ديال الحزام 40، والطول ديال الارداف غادي ندير فيه 60 سنتيم. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش شويه الدعم، دير لايك للفيديو ودير اشتراك وتفعيل الجرس باش توصل بكل جديد، وتحط لي واحد التعليق اللي يكون زويون بحالها ومحفز باش ان شاء الله نستمر في النشر. من بعد كناخذوا المسافه ديال التركيز كنقسموها على 2، وهنا في هاد الزاويه هذه غادا نطلع ب4 سنتيم باش كتقاد لينا هذيك التقويره، تكون تقويره تجينا مقاده ديال التركيز. هنا في الصدر غادا ندير 28 سنتيم، في الحزام غادا ندير 26 سنتيم، وبالنسبه للهونج غادا ندير 34 سنتيم. من بعد غادا نلقى التقويره ديال التركيز، وغادا نسيل بخط من الصدر حتى الحزام، ومن بعد من الحزام حتى الارداف. وهذيك غتجيكم واحد التقويره حاده يمكن لكم تخرج بواحد سنتيم وتقادوها. من بعد غادا ندير الطول كلي. عندي في المقاس ديال الطول 138 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخياطه. طبعا حاولوا ما نسوش المقاسات ديال الخياطه. وبالنسبه للإفازي غادا ندير 34 سنتيم، حيت عندنا الفتيحات. هنا غادا نسيل بخط من الدوره ديال الهونج مباشره للاسفل، وغادا نطلع بواحد سنتيم فقط من الجوانب. من بعد غادي نطلع ب25 سنتيم باش ندير الفتحه. مباشره البنات غادا ندوز نقطع. وهنا غادا ندير واحد الكرانه كتعلموا البلاصه ديال الفتحه اللي بغيتو، باش من بعد ملي تبغيو تخيطوا غتجيكم ساهله، غادي تلقاو هذيك الكرانه. هنا غادي نحيد الخلف باش نعدل في الامام. هنا من جهه الكتف غادي ننزل ب8 سنتيم، والفتحه ديال الامام غادي ننزل ب9 سنتيم، وكنسيل بخط. كيجي هذا الكول على شكل كول في، غير هو كيكون شويه مجموع، ما كيجيش مفتوح بزاف. في الكتفين غنقص سنتيم حتى لسنتيم ونصف. وهنا بالنسبه للتركيز غادي ندخل بسنتيم ونص وغادي نقاد التقويره. هادشي اللي كاين البنات. غادي نقطع من بعد غادي ان شاء الله نقادو التبطين ديال الرقبه. غادي نفصل التبطين ديال رقبه الامام والرقبه ديال الخلف. هنا البنات غادي ندير 8 سنتيم، ومباشره غادي نهبط بخط عشوائي. انا البنات مره كنقاد السجف كندير فيه 8 سنتيم، مره كندير فيه غير 3 سنتيم، ومره كندير بهذا الشكل عشوائي بحال اللي كنقادو بالقنادير. المهم عندنا هو الكول يكون مفيني. بالنسبه للفساتين يمكن لكم ديروا فيه غير 3 سنتيم وتفينيوه، ما ديروش الخياطه، ديروا ليه الفيزلين هذاك اللي كيكون كيلصق من الجوانب بجوج. هذاك الرولو كيجي ممتاز كيفيني
الرقبه هو اللي ان شاء الله غادي نديرو انا في هذا الفستان هذا. بالنسبه للتبطين ديال الخلف حتى هو غادي ندير فيه واحد 8 سنتيم، ومن بعد غادي نهبط هنا ب 8 سنتيم وصافي. وغادي نقاد هذاك التبطين كيف ما قلت لكم البنات، التبطين كيفيني الرقبه مفينيه. وهذا الشيء اللي كاين البنات غادي ندوزو مباشره باش نفصلوا الاكمام. هنا كناخذ ثوب وكنطويه على 4، من بعد غنحط المقاس اللي نزلنا به في التركيز اللي كانت عندنا في التركيز كما شفتوا من قبل. انا هبطت ب 24 سنتيم، كنحط 24 سنتيم وهنا كنزل ب 10 سنتيم وكنسيل بخط. من هذاك الخط غادي نهبط ب 13 سنتيم. هذيك 10 سنتيم البنات هي اللي غنديروا بها دوك البلي اللي غيكونوا في الاكمام من الفوق. هنا هبطت ب 13 سنتيم وكنسيل بخط. اني كنحاول البنات نشرح لكم حيت بزاف كنشوف التعاليق كيقولوا لي شرحي لنا مزيان الطريقه بالتفصيل. هنا قسمت المسافه على 2، من بعد غادي نقسم هاد المسافه حتى هي على 2، وهاد المسافه اللي عندنا هنا البنات اغلبيه كتكون 13 سنتيم 12 سنتيم غادي نحطها الفوق وغادي نصل بخط. نتمنى تكون الطريقه موضحه. من بعد البنات غادي من هذاك الخط غادي نقاد ديك التقويره. عندي في الطول ديال الاكمام 32 سنتيم كما شفتوا راني خديت الطول الكلي ما خديتوش من الفوق. هذيك 10 سنتيم الفوقانيه ما تشدوش منها المقاس ديال الطول، كتاخذوه غير من الخط الثاني. هنا عندي في الدوره ديال الاكمام غندير فيها 24 سنتيم باش غادي نخليو المقاس ديال غنديروا فيها واحد البليات عشوائيين دابا تشوفوا معايا في الاخير ان شاء الله. هنا غندير واحد التقويره خفيفه من الفوق دخلوا من الجوانب بجوج سنتيم وغندير واحد التقويره. من بعد غادي نقطع وكنقادو الكرانات ضروري ما تكرانيو المقاس ديال 10 سنتيم باش ملي تبغيو ديروا لي بلي كتعرفوا فين المقاس ديال اللي خاصكم ديروا فيه الكشكاشه. هنا البنات غادي ناخذ الثوب ابيض غادي ندير فيه القطعه الثانيه ديال الاكمام. هنا تنيت الثوب على 4. هنا غناخذوا الدوره ديال الذراع قسموا على 2، انا عندي فيها 17 سنتيم. من بعد غادي ندير الطول ديال القطعه الثانيه غندير فيها 33 سنتيم. وبالنسبه للدوره ديال الاكمام غادي ندير 14 سنتيم وكنسيل بخط ومباشره غادي ندوز نقطع. ومن الاحسن البنات يكون هاد الثوب هذا فيه واحد شويه ديال المطه حيت هاد الباندا هذه تبغي تجي مجموعه على اليد وانتم كتاخذوا المقاسات ديالكم مضبوطه ما تكونش باش ما تجيكمش واسعه بزاف. هذا هو الشكل ديالو. هنا غنديروا لي بلي ومن الفوق حتى هو غنديروا لي بلي غيجي واحد الديكور اللي زوين بزاف. هنا غندوزو مباشره غادي ناخذ واحد الثوب ابيض غادي نتنيوه على 2، من بعد غادي نتنيوه على 4 وغادي نقطعوا المقاس ديال الحزام. هنا غندير فيه 13 سنتيم. بغيت الحزام يجيني شويه عريض غادي نقص سنتيم ديال الخياطه وغتبقى عندي 6 سنتيم صافي. وغادي نقطع. من بعد ما سالينا الفصاله غادي ندوز مباشره للخياطه. هنا البنات غادي ناخذوا القطعه ديال الخلف والقطعه ديال الامام غادي نلاقيهم من الاكتاف ومن بعد غادي ناخذوا التبطين غادي نلاقيوهم وغادي نديروا الوجه التبطين على الوجه ديال الثوب وغادي نخيطوا على شكل دائره. من بعد البنات ما خيطنا هنا غادي نديروا واحد الكرانات ضروري ما تكرانيو الرقبه قبل ما تقلبوا التبطين باش ما كيجيكمش مديكالي. كيف ما قلت لكم البنات من قبل غادي نفيني الكول غير بالفيزلين غادي ندير ليه المكوات وغندير ليه هذا الفيزلين هذا اللي كيلصق من الجوانب بجوج راه كيفيني الرقبه زوين بزاف البنات ضروري كل اخت يكون عندها في الدار كتحتاجوه بزاف. هنا غادي ندوز غادي نقاد هادوك البليات اللي في الاكمام كتني واحد سنتيم كتثبتو بالفنايت.
ومن بعد ما كتكملوا كدوزوا عليهم بالخياطه باش كيبقاو ثابتين ليكم. ملي كتبغيو تلاقيو الاكمام كيتجيكم الخياطه سهله. هنا البنات غادي ندير واحد البليات خفافين في الاكمام من التحت، وغادي نلاقي معاهم هذوك الباندات اللي فصلنا من قبل كيجيو على هذا الشكل هذا. هانتوما البنات غادي تشوفوا لي بلي كيفاش جاو. هادو هما البليات البنات كنديرهم عشوائيين، كنفرقهم، درت فيها 4 البليات فقط. وغادي ندوزو مباشره غادي نلاقيو الاكمام. بالنسبه لطريقه ديال الخياطه راها ساهله، اللي ما فهمت شي حاجه تكتبها لي في التعليق ان شاء الله كنجاوب التعاليق كامله. هنا البنات من بعد ما خيطنا الاكمام غادي ندوزو مباشره غادي نمونطيو الجوانب ديال الفستان، كنخيطو حتى لهاديك الكران ديال الفتحه، وغادي نخيطو الفتحه حتى هي. ومن بعد غادي نخيط 1 سنتيم في الدور ديال الاكمام وسنتيم في الجلايل. كان هذا هو الشكل النهائي ديالو البنات، كيجي مفيني من الرقبه وحتى الكتيفات ديالو كيجيو هذوك البليات غزالين، كيجي زوين وكيجي انيق في اللبسه. وهادو الفتيحات. الا عجبكم البنات الفيديو وطريقه الشرح ديالي ما تنسوش الدعم، ديروا لي لايك للفيديو وديروا مشاركه باش تعم الفائده، وما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليت لكم الراحه البنات، نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.